السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين لكم فيديو جديد قوي جدا للناس اللي بتشتغل في قواعد البيانات، ازاي تضيف صورة داخل الخلية. ودي حاجة مهمة جدا وبنستخدمها كتير. تعال نشوف ازاي هنعمل ده، بس ما تنساش تعمل لايك وشير وما تنساش تشترك في القناة. شكرا ليك. زي ما احنا شايفين الشيت بتاعنا فيه اسم الموظف والمحافظة او الدولة والصورة الشخصية بتاعته. كل واحد عندنا 4 موظفين، كل موظف منهم عايزين نحط صورة شخصية. أول حاجة لازم نظبط الشيت بتاعنا، فهنخش على فورمات ونختار الكولوم وايد. وأنا اخترت إن الكولوم وايد بتاعي يكون 15 سنتي. وعندنا كمان إن أنا أختار الكولوم هايت، وأنا اخترت إنه يكون 60. كل واحد بيختار على حسب الشيت بتاعه والملف اللي هو عايز يعمله. كده هنبدأ نخش على الشيت اللي فيه الصور اللي موجود تحت صور الموظفين. هعمل نفس التنسيق على اي عمود عندي هنا علشان اظبط الصور عليه. برضو هختار ان الارتفاع 60 والعرض 15. هبدأ دلوقتي اخد صورة صورة واحطها في خلية، وابدأ احدد حجمها علشان تطلع متناسبة معايا. تعالى كده نبص ازاي. هنفذ نفس الكلام على بقية الصور. بعد ما ظبطنا الصور بتاعتنا هنعلم عليهم وناخدهم كوبي، ونروح على الشيت اللي احنا شغالين فيه ونعملهم ونبدأ نوزع كل صورة على كل خلية. نركز قوي وان احنا بندخل الصورة جوه الخلية لسبب، علشان ده هيفرق معانا كتير جدا اثناء عمل الفلتر وكمان اثناء تعديل البيانات. طيب، تعالى كده بقى معايا واحدة واحدة. تعالى نعمل هايد للموظف الأولاني. هعلم على الصف وادوس كليك يمين واقول له هايد. لاحظ ان الصورة الأولانية نزلت تحت الصورة اللي موجودة في الموظف 2، وده لأن احنا مش رابطين الخلية بالموظف. تعالى نعمل اندو وندوس كليك يمين ونختار حاجة اسمها فورمات بيكتشر، وهنختار حاجة اسمها الاينمنت، وهندوس عليها الايقونة دي ونختار Move and Size with Cell، وده اللي معناها انه يتحرك او يتحدد حجم الصورة مع الخلية. وده اللي بيدي امكانية ان احنا نتحكم في حجم الصورة مع الخلية. تعالى كده نطبق على اللي بعدها. هختار برضه Format Picture، وهختار منها Alignment، وهختار Properties، ومنها اقول له Move and Size with Cell. طيب، تعالى كده نجرب. ودلوقتي انا دوست على الموظف 1 ودوست كليك يمين واخترت هايد. لاحظ ان الصورة اختفت لان حجم السل او حجم الخلية بقى صغير، وعشان كده خفى الصورة. بص كده لما هنكبر واحدة واحدة مانيوال، حجم الصورة بيكبر مع حجم الخلية. ملاحظين؟ فاضل بس ان احنا ننسق الصور بتاعتنا عشان تبقى موجودة في نص الخلية. هنعلم عليهم، هنطلع فوق لقائمة اسمها فورمات، هنلاقي على ايدك اليمين مجموعة من الادوات اسمها الاينمنت، هنختار منهم سنتر. وبكده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نحط صورة جوه الخلية، وازاي نحدد حجم الخلية، وازاي نظبط مقاس الصورة على الخلية بتاعتنا. وكل ما تختفي الخلية هتختفي مع الصورة، ولو عملنا فلتر هيتأثر كمان الصورة بيها. شكرا ليكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بتاعتنا وتابعوا معنا كل جديد. سلام عليكم.